السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامج شملوخ على الهواء. اليوم ضيفتنا هي الملكة توشا الربيعي. وعليكم السلام أخويا. توشا الربيعي، تكلمي لنا عن نبذة مختصرة من حياتك. طبعا حياتي أول ما بديت دخلت الموديل وحصلت على ملكة أناقة، وطبعا دخلت ويا ملكات جمال العالم، حصلت ملكة جمال العالم بالمرتبة الأولى، ووراها بديت مشروع بالراب مثل الدسات وهادف. نزل شغلات هواية وكسرت هواية مبدعين كانوا يقولون بس انهم بس زين وانهم ملوك وكذا، وهسه ما لهم اي مكان. هواية شغلات اني تميزت بيها عن البقية. وطبعا هي تجي صارت تحكي بالموديل، هي مجرد شققت بناطيرها، طقطقت لها كم صورة، قلبت شعرها، طلعت بالموديل. طبت 5000 عملية تجميل، طلعت هي انه ملكة جمال. سؤال الجمهور: هل أجريت بعض العمليات التجميلية وحصلت على المرتبة الأولى في الجمال؟ لو تجون علي أنا ما استخدميتي شغلات أو ما أصير مثلهم، بدون أي عملية، بدون أي شيء محاولة بشكلي، هو أنا أفضل زين. فما سويتي شغلات مثل هذول الطفولين. بالنسبة لحياتي بالراب، طبعا أنا أخذت ملكة راب العراق، وهواية طبعا يغارون مضغوطين مني كومة رابرية. طبعا يا الإذا صار فلان وعلان وهو ملك وما أعرف شنو، وهو حاط له شعر يكتب له زين. أعزائنا الجمهور، اليوم سمعتم عن نبذة مختصرة عن حياة توشا الربيعي، وأتمنى لها تستمر في هذا الإبداع الجميل. أعزائي المشاهدين والمتابعين، انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج شملوخ على الهواء.